اجوا معايا نصاوبوا طورطه او حلوه لا كريم ساهله مهله بطريقه جدا مبسطه وبجينواز اللي هي ناجحه 100% من اول تجربه ان شاء الله. على بركه الله غادي نبداو بالجينواز هي الاولى. نحتاجوا فيها 5 الحبات ديال البيض بحراره الغرفه. الاناء فين غادي نخلطوا ضروري يكون ممسوح مزيان، ما تكونش فيه ولا قطره ماء. درنا رشه ملح وكاس عامر ديال السكر. ودابا كنطربوا مزيان مزيان بالطراب الكهربائي. ضروري الطراب الكهربائي باش كيطلع لينا البيض مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالو، كيولي اللون ديالو ابيض. هاد المرحله هذه كتاخذ منا تقريبا 10 ديال الدقائق باش كنحصلوا على البيض بهذا الشكل هذا. حيدنا الطراب الكهربائي وغادي نكملوا بالطراب اليدوي. درنا كاس ديال الدقيق مع خماره واحده ديال الحلوه وواحد الساشي ديال الكاكاو المر. شوفوا معايا هنا غير بالمهل، غير بهذه الطريقه هذه، غير بالمهل. دابا غادي نزرب المقطع شويه، ولكن غير بحال هكا بشويه بشويه حتى كيدخل داك المواد اللي ضفنا في الخليط. غير بشويه، هنا زربت شويه ولكن ديروه بحال الاول، غير بشويه. نفس الشيء غادي نعاودو نديرو كاس ديال الدقيق، خماره ديال الحلوه وواحد الساشي ديال بودره الكاكاو المر، هما نفسهم اللي درنا في الاول. وضروري هاد النواشف هادو كيتغربلوا. غير هاد الثاني غادي نضيفوه بالتدريج، هاد الكاس الثاني ديال الدقيق نضيفوه بالتدريج غير بشويه بشويه باش ما نهبطوش البيض. ودائما من اسفل الاعلى، من الاسفل الاعلى، وبشويه بشويه حتى كندخلوا هاد النواشف هادو في الخليط. هاد الجينواز ما كيكون فيها لا حليب لا زيت لا حتى شي حاجه، فقط البيض والدقيق والسكر وداك رشه الملح والكاكاو والخميره ديال الحلوه جوج صافي. والكاس اللي عبرت به هو الكاس ديال العنبان، المقدار ديالو 160 ملل بالنسبه للسوائل. صافي. في اخر مرحله كنتاكد انه ما بقاش الدقيق نهائيا في الخليط، كنجمعوا الجنيبات بحال هكا وكناخذوا المول. المول كنفرش في الاسفل ديالو الورق وما كندهنوا لا بزيت لا والو، غير نفرشوا الورق على قد القطر ديال المول. هذا المول هذا فيه 22 سنتيم وكننزلوا بحال هكا. الا لاحظتوا معايا راني ما كنصبش في الوسط بزاف، يعني كندور مع الجناب، وملي كنكمل كنضرب شويه المول مع سطح العمل وكندخلو الفران. كطيب على درجه حراره 180 درجه. الفران شاعل غير من التحت حتى طيب ليكم مزيان مزيان من التحت وتنشف ليكم من الفوق. عاد خرجوها من الفران، خليوها حتى تبرد، عاد دلوها هكا بالسلوفان وخليوها ترتاح. قد ما خليتوها قد ما مزيان، واخا تبيتوها ليله كامله ماشي مشكل، مهم خليوها ترتاح على الاقل واحد 6 سوايع باش ملي تجيو تقطعوها ان شاء الله ما تفرتت ليكم ما والو. مهم حتى تبرد تماما. خليوها جانبا على ما تحضروا الكريمه ديالكم، المواد اللي غادي تخدموا بها وتزينوا بها، وعاد دوزوا قطعوها. انا غادي نخليها ليله كامله، خليتها ليله كامله. بالنسبه للكريمه غادي نستعمل غير لاموس ديال الشوكولا وكاس ديال الحليب بارد مزيان مزيان ونطرب مزيان. الكريمه ها هي. دابا كنرجع للجينواز، غادي نقسمها على جوج. شوفوا معايا ما شاء الله كي كتجي اسفنجيه وكتجي رطيبه بزاف. غادي نحيد ليها هذا الفوق هذا باش حيت جات ليا شويه مقبه. صافي حصلنا على جوج قطع. غادي نرجعوها للمول فين طيبناها. وهنايا كنسقيها مزيان مزيان بالحليب. ممكن يعني تسقيوها بالقهوه، ممكن تسقيوها بمناضه، باي حاجه بغيتو تسقيوها سقيوها. وضعت نصف الكميه من الكريمه وغادي نزيد هنايا شكلاط مقرد وشويه ديال الكركع في الوسط. عاوتاني كنحط الجزء الثاني ديال الجينواز. وإلا لاحظتوا هذا الجزء الثاني ديال الجينواز هو اللي كان الجهه السفلانيه، يعني هو اللي كنوضعوه من الفوق باش كيجي السطح مساوي. صافي. وهنا غادي نغلفها بالكريمه من الجناب ومن الفوق مزيان مزيان. هنايا كندير من الجناب غادي ندير اللوز افيلي، من الاحسن يكون محمر واحد شي شويه باش كيجي مقرمل. ممكن هنايا يعني من الجناب ديروا حتى شوكولاط فيغميسيل حتى هو كيجي زوين. المهم التزيين ديالها والفينيسيون ديالها يعني كتزينوا حسب الرغبه ديالكم على حسب المواد اللي متوفره عندكم. هنايا غادي نحضر معكم واحد الكلاصاج اللي فيه كاس ديال الكريمه السائله، كريمه الخاصه بالحلويات السائله. كنسخنها مزيان مزيان في العافيه حتى كتولي سخونه مزيان، وكنزولها من فوق النار وكنضيف ليها قياس تقريبا 100 غرام ديال الشكلاط الاسود. هنا كنت طلبت واحد الكريمه بيضاء درتها في جيب حلواني وغادي ندوز من الجناب.
وهذا الكلاصاج هذا نخليوه حتى يبرد واحد شي شويه، يعني ما يبقاش سخون بزاف، وعاد نصبوه فوق الكريمه باش يعني ما يذوبش لينا الكريمه، ونحاولوا هكا نوزعوه وصافي. وممكن لكم تكتبوا من الوسط اللي بغيتو، ممكن تخليوها هكاك، التزيين كيبقى حسب الرغبه. كان هذا هو اقتراح ديال اليوم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، تهلاو فراسكم وبسلامه.